تعرف إن النادي الأهلي خلاص بيفسخ العقد مع كولر بالوكيل بتاعه للجهاز المعول ليه بالكامل، سواء مع ده ميشيل يانكون. ميشيل يانكون ده في النادي الأهلي من 2019، راجل بقاله 5 سنين. الراجل ده أهلاوي أكتر من محمد الشناوي يعني. لكن خلينا نقول إن المدرب اللي يجي مكان كولر هو جوزيه بوميز هو مدرب النادي الأهلي. مدرب النادي الأهلي جوزيه بوميز هو اللي هيبقى المشرف على قطاع الكرة والإدارة الفنية للأهلي في كأس العالم للأندية في USA. لكن خلينا نتكلم إن الأمر هيبقى صعب شوية، لأن جوميز خطته مش كبيرة. دخول الكورة طبعا كبير جدا من أيام كريستيان جروس، الاتنين تقابلوا قبل كده كل واحد كسب التاني 4. ويعني الاتنين مميزين جدا في مدرسة سويسرية، أحسن مدرسة في كرة القدم. لكن خلينا نتكلم ونقول إن النادي الأهلي صعب جدا 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 إن هو يمشي مدرب في نص الموسم زي ما هو مع سواريز ده مشي بنص الموسم، لكن مش كتير بخصوصا مع الكلام ده. تمام، خلينا نقول إن بوبيس لأنه عارف الدوري المصري كويس قال الصفقة اللي بعوزها في النادي الأهلي، وطلب زيزو في النادي الأهلي، وكمان طلب محمد الونش، بطلب ناصر ماهر. شوف التلاتة مطلوبين في النادي الأهلي بتوصية من جوزيه جوميز مدرب النادي الأهلي. لكن محمود الخطيب طبعا عارف إنه صعب جدا يحصل الكلام ده في ظل الأزمة اللي بين الزمالك والأهلي في قطاع الكرة، وإنه مفيش حد هيوصل لحد التاني وكلام كتير جدا بيحصل. لكن محمود الخطيب وعد جوميز إن في صفقات تبقى أفضل من كده، صفقات أجنبية، وإحنا عارفين محمود الخطيب بيوعد بيوفيش، نظرا لأن مفيش سيولة كافية في النادي الأهلي لتطوير اللعب. خلينا نقول إن دي أهم حاجة النهاردة قلناها، إن مميز مدرب الأهلي والصفقة اللي طلبها هو ناصر ماهر والونش وزيزو من الزمالك. السلام عليكم.